كلنا عارفين إسرائيل دولة نووية، والعرب ولا دولة عندها نووي. طب ليه؟ هل فعلا ممنوع علينا نحلم؟ ليه أي محاولة عربية لامتلاك النووي كانت بتنتهي بخيانة أو اغتيال أو تفجير؟ وليه كل ما نقرب من الحلم العالم كله بيتكاتف ضدنا؟ دي مش قصة، دي حكاية طويلة ومليانة خبايا هقول لكم عليها دلوقتي. خليك معايا علشان نعرف الحقيقة ونفهم القصة من أولها لآخرها. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. الفصل الأول، بداية الحلم النووي. أول ما ظهرت الحركة الصهيونية سنة 1897 على إيد هرتزل، طلعت معاها بروتوكولات حكماء صهيون واللي فيها خطط للسيطرة على العالم، خصوصاً الشرق الأوسط. من ضمن الخطط دي البروتوكول السابع بيقول إنه لازم يكون عندهم جيش وبوليس يتحكموا في المنطقة، وتكون الدول اللي حواليهم شعوب ضعيفة بلا سلاح ولا قوة، وطبعاً ما فيش أخطر من السلاح النووي. برتراند جول الخبير النووي قال لو عايز تبقى شخص ليك كيان في العالم ده لازم تمتلك قنبلة ذرية. علشان كده بن جوريون في الستينات بمساعدة أمريكا وفرنسا صنع أول قنبلة نووية لإسرائيل، وبقت الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولحد النهاردة محدش قادر يقرب منها. الدول النووية المعروفة 9: أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، الهند، باكستان، كوريا الشمالية، وإسرائيل، وكلهم ماسكين مفاتيح السياسة العالمية. وراهم في دول العتبة النووية زي اليابان وألمانيا وكندا اللي معاهم كل حاجة بس لسه ما عملوش القنبلة، وتيجي بعدهم الدول اللي بتحاول توصل زي إيران. بس خلينا ناخد لحظة ونسأل، ليه النووي مهم للدرجة دي؟ ببساطة لأنه بيدي للدولة اللي تملكه حصانة. الدول النووية محدش يقدر يهاجمها بسهولة، مش بس لأنها تقدر تدمر أي عدو في ثواني، لكن كمان لأن امتلاكها النووي بيخلي العالم كله يتعامل معاها باحترام وخوف. النووي بقى رمز للسيادة والاستقلال والهبة الدولية، وده اللي كان ناقص في المنطقة العربية. ولو ركزنا هنلاقي إن إسرائيل ما عملتش بس قنبلة وخزنتها، دي بنت استراتيجية كاملة حوالين الردع النووي وخلت جيرانها دايما في حالة قلق. مش بس كده، إسرائيل عمرها ما أعلنت رسميا إنها نووية، لكنها ما أنكرتش، وده اللي بيخلي عندها الغموض اللي بيخوف. في نفس الوقت كل ما دولة عربية تحاول تقرب من النووي تلاقي العالم كله بيقف ضدها. لكن أول من حاول بجد من العرب كان صدام حسين. الفصل الثاني، مشروع العراق النووي، البداية والأمل والدم. صدام حسين ما كانش رئيس عادي، كان شايف نفسه زعيم إقليمي ومش عايز العراق تبقى دولة عادية في وسط صراعات الشرق الأوسط. من أول ما كان نائب رئيس بدأ يقوي الجيش ويبني اقتصاد قوي، ولما حط رجله بثبات على الأرض قرر ياخد الخطوة الأكبر، امتلاك سلاح نووي. في سنة 1975 راح بنفسه لفرنسا وقابل رئيس وزرائها وقتها جاك شيراك، وقال له صراحة أنا عايز أعمل مفاعل نووي. فرنسا ما صدقت، العراق كانت بتشتري سلاح وبترولها كان شريان مهم لفرنسا، فوافقوا فوراً واتفقوا على إنشاء مفاعلين. الفرنسيين بدأوا يصنعوا المكونات في مصانعهم، والعراقيين بنوا المفاعل في موقع اسمه التويثة جنوب بغداد. وبعد 4 سنين كل حاجة كانت جاهزة، واستعدوا لنقل قلوب المفاعلات من فرنسا للعراق. بس إسرائيل كانت بتراقب في صمت وعارفين كل تفاصيل المشروع. وبمجرد ما تم تجهيز الحاويات دخل عملاء الموساد وفجروها في ميناء فرنسي يوم 7 إبريل 1979. ضربة قوية لكن مش قاتلة. صدام قال
هاتوا الخردة ومتشكرين قوي. وفعلا رجعوا القلوب المكسورة للعراق. لكن هنا ظهر العالم المصري العبقري الدكتور يحيى المشد. مشد ما اكتفاش بإصلاح القلوب النووية، ده أعاد تصنيعها بالكامل. الدنيا اتقلبت، إسرائيل شافت الخطر بيقرب، وبدأت سلسلة اغتيالات مرعبة ضد العلماء العرب. أولهم كان الدكتور يحيى المشد، اتقتل في باريس سنة 1980، وبعده عبد الرحمن رسول وسلمان اللامي، والكل كان شغال على المشروع. ورغم ده صدام موقفش، المشروع كمل، والمفاعل النووي المعروف باسم تموز بقى شبه جاهز. وده خلى إسرائيل تاخد قرار نهائي، لازم ندمر المفاعل قبل ما يشتغل. وفعلا يوم 7 يونيو 1981 الطيران الإسرائيلي شن هجوم مفاجئ، وضرب المفاعل ب 16 قنبلة، وزن الواحدة 2000 رطل. المفاعل اتسوى بالأرض، ومات فيه 10 عراقيين ومهندس فرنسي. المشروع النووي العراقي انتهى في لحظة، مش بس بالقنابل، لكن باغتيال العقول والضغوط الدولية وخيانة بعض اللي اشتغلوا في المشروع. وهنا كانت البداية الحقيقية لرسالة العالم للعرب: أي محاولة نووية هتندفن تحت الركام. الفصل الثالث، معمر القذافي، لما الفلوس ما تكفيش لوحدها. بعد ما صدام حسين خسر المشروع النووي، ظهر لاعب جديد في المشهد العربي، العقيد معمر القذافي. الراجل الغريب في تصرفاته، لكن عنيد، وطموحه ما كانش ليه حدود. من أول يوم في حكمه راح على مصر وقابل جمال عبد الناصر، وسأله سؤال مباشر: هي إسرائيل عندها نووي؟ ناصر قال له أيوة. فسأله: طب وإحنا؟ ناصر رد: مستحيل يسمحوا لنا نمتلكه. من ساعتها الحلم النووي دخل دم القذافي. قال لك أنا معايا فلوس قد كده، أشتريها بفلوسي. وفعلا بعت مبعوثه عبد السلام جلود للصين، وطلب منهم قنبلة نووية جاهزة. الصين ضحكت وقالوا له: إحنا ما بنبيعش كده، روح اصنعها بنفسك. وهنا بدأ القذافي يخطط بجد. قال: نسيطر على مصادر اليورانيوم في أفريقيا، خصوصا النيجر وتشاد، وبعدين نتعاون مع الباكستاني عبد القادر خان أبو القنبلة النووية الباكستانية. والاتفاق كان واضح، القذافي يمول وعبد القادر يديله التكنولوجيا. القذافي بعت فعلا طيارات خاصة محملة ب$500 مليون كاش لباكستان على دفعات، وبدأت عملية تهريب سرية مرعبة من باكستان لماليزيا لأندونيسيا لألمانيا، كل ده علشان يجيبوا أجهزة الطرد المركزي وأدوات تخصيب اليورانيوم. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما المخابرات الأمريكية في 2003 شمت ريحة العملية. مسكوا سفينة في البحر الأبيض المتوسط كانت رايحة ليبيا ومحملة بأجهزة تخصيب. الفضيحة انفجرت، وأمريكا هددت القذافي صراحة: لو ما وقفتش البرنامج هنكسرك. هنا القذافي بدأ يتردد، لكن كان لسه عنده أمل، لحد ما شاف صدام حسين بيتقبض عليه وبيتعدم. ساعتها قال: خلاص الحلم انتهى، وقرر يسلم كل المعدات النووية اللي كانت عنده لأمريكا. في مشهد تاريخي، جورج بوش ظهر جنب صور معدات نووية ليبية وقال للعالم: كده القذافي اتغير. والحقيقة القذافي ساب حلمه النووي علشان يعيش، بس عمره ما نسيه. ولو كنا دخلنا شوية في تفاصيل الخطة اللي بينه وبين عبد القادر خان، هنكتشف إنهم قربوا جدا من إنتاج قنبلة، بس السياسة الدولية والتهديدات والانقسامات الداخلية خلت كل حاجة تنهار. ومش بس كده، القذافي اللي كان بيمول البرنامج النووي الباكستاني اتضح بعدين إنه كان السبب غير المباشر في إنتاج أول قنبلة نووية إسلامية، مش بس لليبيا، لباكستان. ولسه الحكاية ما خلصتش. الفصل الجاي عن محاولة حافظ الأسد وسوريا الدخول للنادي النووي. الفصل الرابع، سوريا، الحلم اللي اتبنى في السر واتضرب في الضلمة. بعد العراق وليبيا كان الدور على سوريا. حافظ الأسد رغم إن بلده كانت بتعيش ضغوط اقتصادية رهيبة في التسعينات، إلا إنه كان شايف إن امتلاك السلاح النووي هو الطريق الوحيد لإنهاء التفوق الإسرائيلي. من أول التسعينات الأسد بدأ يفاوض الصين علشان يبنوا له مفاعل نووي صغير في دير الزور. بالفعل الصين وافقت، والمفاعل كان هيكون بقدرة 30 ميجا وات، يعني صغير نسبياً لكن كبداية قوية. لكن أمريكا تدخلت وكلمت الصين مباشرة وقالت لهم: لو كملتوا المشروع العلاقات بيننا هتتأثر. فالصين انسحبت فوراً. الأسد حاول من جديد وراح للأرجنتين ثم روسيا، لكن نفس النتيجة، الضغط الأمريكي كان بيتدخل في كل مرة. في الآخر سوريا ملقتش غير كوريا الشمالية، البلد الوحيد اللي مستعد يساعد
ومش فارق معاه ضغط أمريكي. في 2002 بدأ التعاون السري بين سوريا وكوريا الشمالية، وتم الاتفاق على بناء مفاعل سري في دير الزور. الكوريين بعتوا مهندسين وخبراء وبدأ الشغل فعلياً، لكن بشكل سري جداً. حتى أجهزة الاستخبارات العالمية ما شكتش في الأول، لأن الكوريين كانوا بيتعاونوا مع سوريا في مجالات تانية. لكن في 2004 الموساد بدأ يشم ريحة غريبة. جهاز معالجة فوسفور اتشحن لسوريا من السويد، وده مش طبيعي، وبدأوا يراقبوا كل تحركات المسؤولين السوريين. ولما انشق نائب وزير الدفاع الإيراني رضا عسكري وسافر أمريكا، فجر المفاجأة: سوريا بتبني مفاعل نووي بالتعاون مع كوريا. الصدمة كانت ضخمة. أمريكا وإسرائيل اتأكدوا من الكلام لما دخلوا أوضة الدكتور إبراهيم عثمان رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية في أوتيل بفيينا، وسرقوا بيانات اللابتوب بتاعه، الصور، المخططات، وأسماء الفنيين، كل حاجة. اللي اكتشفوه كان مرعب. المفاعل السوري كان هيقدر ينتج البلوتونيوم، وهو أسهل وأسرع في التصنيع من اليورانيوم. بلوتونيوم بيساوي قنبلة نووية. إسرائيل دخلت في حالة طوارئ. وزير دفاعهم جري لأمريكا وقال لهم لازم نضرب المفاعل ده فوراً. لكن بوش رفض، لأنه لسه خارج من حرب العراق واتهامات أسلحة الدمار الشامل اللي طلعت كذب. فقال لهم اضربوا انتم، بس أنا مش هساعدكم. وفعلاً يوم 5 سبتمبر 2007 الطيران الإسرائيلي دخل المجال الجوي السوري وضرب المفاعل النووي في دير الزور ودمره بالكامل. الغريب، لا سوريا اتكلمت ولا إسرائيل أعلنت ولا أمريكا علقت، كله كان ساكت. وبعد العملية بشهور الموساد اغتال اللواء محمد سليمان، المستشار الأمني للأسد، واللي كان همزة وصل مع كوريا. المفاعل راح والراجل اللي وراه اتصفى، ومن وقتها مفيش أي كلام عن مشروع نووي سوري، والملف ده اتقفل للأبد أو لحد اللحظة دي. في النهاية دلوقتي، بعد ما سمعت الحكاية من أولها لآخرها، من العراق لليبيا لسوريا، تقدر تسأل نفسك هو ليه مفيش دولة عربية واحدة قدرت توصل فعلياً للسلاح النووي؟ هل العيب فينا؟ هل إمكانياتنا قليلة؟ بصراحة لأ. إحنا كان عندنا علماء، عندنا تمويل، وعندنا دوافع كافية، لكن اللي كان ناقصنا هو البيئة الدولية اللي تسمح بده. العالم كله على رأسه أمريكا وإسرائيل مش عايزين يشوفوا قنبلة نووية عربية. ليه؟ لأنهم عارفين كويس إن المعادلة هتتغير، وإن التهديد الوحيد الحقيقي ليهم في المنطقة مش إيران، لكن العرب لو اتحدوا. اغتيالات، تفجيرات، عقوبات، ضغوط دبلوماسية، اختراقات مخابراتية، كل ده كان بيحصل أول ما تظهر نية واحدة بس لامتلاك النووي. والشعوب كانت دايما في الظل، ما تعرفش غير العناوين وما تشوفش غير النتائج. بس الحلم لسه موجود في عقول كتير مننا، ويمكن اللحظة دي وانت بتسمع القصة تكون لحظة صحوة، ولحد ما يجي يوم الحلم العربي يتحقق تفضل الحكاية دي شاهد على محاولة الشعوب إنها تمتلك مصيرها بإيديها، حتى لو العالم كله واقف ضدها. بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.